معه. قال لي الشغالة. أغرتني وضحكت علي وشكلها سحرتني بعد. يا الله احتقرته زيادة. رحت كلمتها وصدمتي فيها قوية. أنا مو مدح في نفسي، بس تكفلت بعلاج أبوها وأعطيها ضعف راتبها، وما قصرت معاها وتكفلت بدراسة عيالها وكنت أحسبها وفية. طبعا شغالتي أنكرت وكانت تبكي وقالت بعلمك بالصدق. رفضت تماما أني أسمعها وطلعتها الملحق وحبستها. ودي أشفي غليلي، نار في صدري عيت تنطفي. كنت أضربها بشكل يومي وأعطيها شوي موية وشوي أكل عشان ما تموت، إلى أن جاء وقت رحلتها. سفرتها بدون رواتبها الأخيرة، يمكن لها عندي 10,000 ريال. بعدها تعدل زوجي الحمد لله، وما زلت مجروحة، لكنه يحاول يرضيني بكل الطرق. مرت 7 شهور وكتب الله وحملت، وكنت ذيك الفترة تعبانة. يوم رجعت من دوامي بدري زوجي كان برا، ورحت وجبت ولدي من الروضة. رحت البيت والصدمة لقيت أثار خيانة جديدة، بس هذه المرة قررت أسكت وأحط كاميرات في البيت، وخطتي ضبطت وليتها ما ضبطت. مصيبة كانت مفجعة. كانت سلفتي للأسف زوجة أخوه، وما قدرت أمسك أعصابي. أرسلت المقطع لكل أخوانه وخواته، وشلت ولدي وطلبت الطلاق، ورحت بيت أهلي. ولا عاد فرقت معي، خلت تولع بينهم نار ويتقاتلون. تم طلاقي، وهي اتطلقت وأخذ زوجها عيالها منها وأعطيها فلوسها. نصيحتي لكم، الأعمال المنزلية سواء شغالة أو سواق هذه أمانة، ولازم نتعامل معاهم بحرص، وكمان نرحمهم، لا إفراط ولا تفريط. التوسط في كل شيء مطلوب. وانتهت قصتنا.